الله الله. رايحين فين؟ فين الشباك ده يا ندى كده ثواني. رايحه فين يا ملك؟ خارجين. وانت يا ندى؟ طب انت رايحين فين؟ يا جماعة حد شاف دي؟ استنى دي 20 جنيه جديد، معاه منها 5 فلوس اللي هي القديمة. فلوس العادية. خدش شكلها حلو. خدش. رايحين فين النهارده؟ كده انت سفاري بارك. انتوا واصحابكم تفسحوني معاكم؟ لا بتقولي كده في وشك كده ليه؟ لا انا مستنيه ناس جايين. مين؟ خالتي جوز خالتي وعيال خالتي. اوكي. على ما تيجوا. انتوا خلصتوا؟ اه. جهزتوا حالكم؟ عايزين عيديه؟ ايه؟ عايزين عيديه؟ مش هيكفوا بصي. مش هيكفوني والله انا عايزه 150 اهي 100. هاتي 100 كمان اللي تاخد 200 معايا. انا كنت هدي كل واحده منكم 100 جنيه. لسه شحنا لكم كل واحده 60 جنيه. بتقولي كل ده بص البيت. بس عايزين عيديه يعني؟ استنى اجيب لكم العيديه واجي. طب مش المفروض زي ما انا ما بديكوا عيديه تدوني انتوا كمان عيديه؟ احنا اطفال انت كبيره. ايه ده؟ جنيه؟ طب ارجع بس كده، ارجع عشان ما اديكي في وش. العيديه اهي. خلاص يا ارجعوا. صدقتوا؟ لا شكرا. خلاص خدي. طيب على العموم خدي خدي يا ندى. بالحظ كده. ايه ده؟ اي بس كده. انتوا الاتنين زي بعض. 80 100 ماشي. انتوا الاتنين زي بعض. طب معكيش ال 20 كده؟ لا والله هي ال20 دي اللي كنت جايبها من البنك. انا جايب لي جماعة في العيد دي اكتر، في العيد اكتر حد بيبقى معاه فلوس فيه في العيد انا. المهم بس خلي بالكم من نفسكم وانا شايفه ان انتم مش صغيرين فاخرجوا وتفسحوا. بس المهم ما تضايقوش بعض. هم ايه المهم ايه؟ بس كده خلاص. يلا بقى يا جماعه نشوف بقى نحضر فطار ايه. نحضر فطار ايه ويلا بقى انتوا اتكلوا على الله وانا هحضر الفطار واشوف هعمل ايه. اوكي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. باي باي. باي باي باي. نبدأ معاكم بقى ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بألف خير. خلاص يعني العيد يعتبر خلاص خلصان، وممكن الفيديو ده ينزل لكم متأخر شوية. البنات راحوا حبوا يخرجوا بقى مع اصحابهم، ففي جنينة كده جنبينا نزلوها. قلت بقى اعمل فطار ليا. طبعا السكر كان خلصان، قلت اجرب ايه السكر المكعبات اللي انا جايبه ده. حاسه ان ده كده حاجه، هو اي نعم سكر عادي ابيض زي السكر بتاعنا الموجود اللي بنستعمله، بس حاسه ان انت بتكوني متأيده مثلا بحاجه معينه بتحطيها. انا مش عارفه المكعب ده معلقه ولا نص، بس انا حطيت مكعب واحد بس. تمام كده. هعمل بقى شويه شاي او كوبايه شاي كده صغيره. انا مش من عادتي ان انا بشرب الشاي كتير، بمعنى اني مش كيفة شاي يعني بمعنى اصح. لكن بشربه كده من الوقت للتاني لما احس ان انا هيبدا يجيلي شويه صداع. طبعا السكر لاحظت ان هو بيدوب بسرعه، ودي حاجه كويسه مش وحشه. هنحط بس كده الشاي على جنب، وهجيب صينيه صغيره. المفروض ان الصينيه دي ما كانتش محتاجه ان انا احط عليها كوبايه بالبتاع بتاعتها، مش مشكله هبقى اشيلها كده كده. التوست ده يا جماعه ده توست بني، يعني مش توست ابيض ومحروق، لا هو توست بني، وانا حطيته في الطاسه شويه اتحمص. يعتبر انا بحب اكل ده او العيش السن. لو العيش السن متوفر باكله، لو مش متوفر خلاص. حطيت بقى ايه كام واحده مخلل عشان لو حبيت اكل منهم، وحته جبنه تلاجة ولانشون وجبنه رومي. باكل اللي باكله والباقي بحطه في التلاجة تاني. ده كان الفطار بتاعي. اتفضلوا معانا، فطار سريع وحلو. وايه المهم ان احنا نكون واكلين، لان كده كده العلاج اللي بناخده في وسط الاكل، فلازم غصب عننا لازم ناكل. خلصت فطاري وتمام التمام. كان عندي بقى سمنه في الفريزر كده، قلت اسيحها. بصوا انا حطيتها كده في الحله، هي كان يعني انا كنت مطلعاها ففكت، ما كانتش لسه جامده يعني. حطيتها كده في الحله وسبتها لحد ما بدات لسه هتبدا تفور، رحت موطيه عليها النار وسايباها مع نفسها. بقيت من الوقت للتاني اروح اقلبها عشان خاطر ما تفرش. يعني انا سبتها مثلا كده ودخلت بقى اشوف هعمل ايه والكلام ده. طبعا كل اللي على الوش ده المره اللي فاتت كنت بشيله، قلت له لا سيبيه، هو كده كده اصلا بينزل مع المرطه تحت. فانا بقيت اقلب واسيبه. فلقيت ماما بقى بتقول لي النهارده المفروض ان خالاتي جايين، خالتي وخالي وكده يعني.
ماما هتعمل فته، فقالت لي قطعي لي العيش وحمريه واعملي لي الرز. قلت لها مفيش مشكله تمام. طبعا ادي العيش اهو انا قطعته كده. الفته اللي احنا بنعملها مش بنعمل العيش محمص، بنعمله محمر، فطبعا ده فرق في الطعم. في اللي بيحب يعملها محمص وفي اللي بيحب يعمل العيش محمر، دي حاجه حسب يعني كل الاكل بيكون اذواق زي ما احنا عارفين، كل واحد وذوقه. احنا بنحب ناكله كده. مسكت العيش قطعته ورحت حمرته في الزيت. عايزه اقول لكم ان العيش بالطريقه دي بيشرب زيت كتير لكن بيكون حلو قوي. العيش ده ما يتحطش في الفته بس، لا ده بالعكس بيتاكل جنب كشري، جنب عدس، جنب بصاره، جنب الحاجات دي كلها بيكون طعمه حلو قوي. المهم كده حمرته كويس. اول طاسه اتحمرت مني شويه عن كده، فحبيت ان انا افتح الوان اللي هيتحمر بعد كده. هزود الزيت شويه واحط بقى بقيه العيش عشان خاطر اخلص منه. طبعا انا كده سيحت السمنه وبحمر في العيش اهو، وهبدا بقى اعمل الرز على طول لان لسه ورايا حاجات في البيت كتيره. المهم انا برضو هلم البيت بسرعه واروقه واظبطه. يعني انا كنت بحط مثلا الحاجه وقت السمنه ما كانت بتسيح، كنت دخلت روقت الاوضه بتاعتي كلها والبلكونه، شفت الميه بتاعه التكييف كل يوم ببص عليها عشان خاطر ما الاقيش اتبهدلت البلكونه عندي، وامسح الارض ولو في حاجه بنشرها وكده. حمرنا العيش وخلصنا العيش والتمام التمام كده. انا خلصت نص المهمه اللي ماما مكلفاني بيها. اي نعم هي مهمه بسيطه بس انا لو نسيتها ماما بتزعل مني قوي. هعمل بقى معاكم شويه رز ابيض وهعمل معاكم كمان رز بلبن. حطيت سمنه من اللي انا لسه مسيحاها، وعايزه اقول لكم ان السمنه انا سيحتها لونها فاتح قوي وكانت حلوه قوي 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 ما شاء الله عليها، كانت جميله. سبتها متوطي عليها النار لحد ما ساحت براحتها. بعد السمنه كده ما تتقدح بشويه اقوم حاطه الرز. تتقدح يعني تسخن، ما تبقاش بارده يعني. احط الرز المغسول متنقي ومغسول وابدا اقلب بقى في الرز ده يتشوح عشان خاطر يبقى كل رزايه كده متغلفه بقلب السمنه والملح وتبقى مستويه حلوه يعني. هشوحها كده من وقت للتاني، وبعد كده هحط لها شويه الملح عشان خاطر تبقى متظبطه. في ناس بيحبوا يحطوا مثلا حبايتين فلفل اسمر حصى او ورقتين لورق، براحتكم مفيش اي مشكله. في الحله التانية حطيت نص كوبايه رز مغسوله وغطيتها بالميه وسبتها عشان خاطر تستوي. وهنا بقى بدات ان انا احط الميه بتاعه الرز. طبعا المكيال ده انا بحطه كده بالبركه مش بعاير بصراحه، وهي بتيجي معايا مظبوطه الحمد لله. هسيب بقى الرز يستوي مع نفسه، وطبعا انا بشوف هنا الرز ده استوى ولا لا. في ناس بتحب ان هي تنقعه في قلب اللبن، وفي ناس بتحب ان هي تنقعه في قلب الميه المغليه. انا بالنسبه لي شايفه ان مش هيحصل حاجه لما اسلقه وفي نفس الوقت برضو يستوي. بصوا السمنه ما شاء الله طبعا بدات تبرد، لونها فاتح قوي، والمرطه بتاعتها لونها فاتح مش غامق، يعني اللي هي ولا هي بني محروق ولا اللي هي غامقه قوي ولا اللي هي بيضه قوي. بصوا ما شاء الله حلوه. طبعا ناس كتير قالت لي لازم تحط عليها شويه ملح. بصوا انا هحط نص معلقه صغيره او اقل كمان ملح. حلو الكلام. طبعا دي معلقه خشب تحسوا ان هي مليانه. عايزه اقول لكم ان الملح خلى المرطه زي المش. السمنه جايه عليها ملح اصلا وبقت حادقه قوي. المهم بصوا العيش حمرته. دي طبعا اللي بوريها لكم دي اللي هي اتحمصت قوي يعني. كده انا خلصت المهمتين اللي ماما مكلفاني بيهم. الرز استوى وتمام التمام. رحت حاطه عليه بقى الحليب او اللبن. طبعا انا كنت غلياه من قبلها بيوم وخدت القشطه بتاعته. فضيت بقى السمنه كده في علبه. دي كانت علبه جبنه عندي. هتقولي لي انت فضيتها في علبه بلاستيك؟ هقول لكم يا جماعه اصلا السمنه احنا ساعات كنا بنجيبها في علب زي كده وهي كده كده بارده. وبقيه السمنه حطيت كده مصفى صغيره عشان خاطر اصفيها من المرطه. بصفيها يعني باي مرطه ما بتنزلش في السمنه، وفي نفس الوقت المرطه نفسها ما بيكونش فيها سمنه كتير. بتابع برضو الرز من وقت للتاني، وخلوا بالكم عشان ممكن يفور اللبن، ممكن يفور منكم اللي هو في قلب الرز ده. اول بس ما الاقي كده الدنيا بقت تمام، طبعا الرز مستوي معانا، بقلب بقى كده كام معلقه نشا في قلب شويه حليب، بس يكون ساقع مش ساقع اللي هو متلج، لا ما يكونش سخن. اهم حاجه لو ما فيش حليب تاني ممكن شويه ميه، ما فيش اي مشكله، اهم حاجه ما تكونش سخنه. طبعا هو انا بفضل اقلب فيه كده وبلاحظ ان هو بيبدا يتقل من وقت للتاني. لو هتلاحظوا كده المعلقه بصوا في الاول كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. اول ما يبدا يتقل معانا بالقوام اللي هو كويس تمام التمام، ما تنسوش انه لسه هيبرد، ولما يبرد هيتقل معانا كمان. طبعا كده كده استوى معانا وبقى زي الفل. هحط بس شويه السكر اللي احنا بنحلي بيه. السكر انا دايما بخليه اخر حاجه بعد النشا عشان خاطر ما يخلينيش احط نشا كتير يعني. حطيت بقى سكر حسب الرغبه وشويه فانيليا
وتمام التمام. في بقى اللي بيحط مثلا كريم شانتيه، قشطه، دي كلها حاجات انتوا بتزودوها من عندكم، يعني ممكن تستغنوا عنها وممكن تحطوها. انا بس حبيت ان انا اعمل تحليه سريعه بشويه اللبن اللي كانوا موجودين عندي في التلاجة. الرز موجود واللبن موجود والفانيليا موجوده والسكر موجود، فقلت بقى اعمل شويه رز بلبن يبقوا حلوين. بدات بقى كده ان انا احطهم في الاطباق بكميات مناسبه او بالاطباق المناسبه. انا طلعت شويه اطباق كده بالويم، يعني اللي هو من غير مثلا ما ابقى عارفه الكميه دي هتطلع لي كام طبق. فانا طلعتهم كده وطلعوا مظبوطين، يا دوب كمان احتجت عليهم كمان طبق. فبصراحه كان الرز بلبن حلو قوي، وكان سكره مظبوط، وكانت التسويه بتاعته حلوه، وكان جميل قوي. انا حطيت على كيلو اللبن او كيلو الحليب نص كوبايه رز، ما بحبش احط رز كتير، وفي نفس الوقت ما بحبش اقلل الرز. ممكن تحطوا كوبايه الا ربع، بس برضو تحاولوا ما تكتروش الرز، لان كده كده اصلا الرز لما بيستوي بتلاقي الرزايه نفشت، فبتلاقيها بقت في قلب الطبق كله رز. الرز المره دي لما عملته كده ناكله بعد ما برد وسقع وتمام التمام، تحس ان هو ان الرز بلبن نفسه يعني جوسي كده، مش ناشف، وفي نفس الوقت مش سايل، لا بالعكس كان حلو قوي. ما حطيتش بقى ولا زبيب ولا جوز الهند، لان ما اعرفش اللي هياكل هيحبه ولا لا. الرز بعد ما اتشرب وطيت عليه النار وسبته لحد ما استوى بالشكل ده. وده يا جماعه الرز بتاع الفته، يعني احنا كنا متفقين ان هنعمل فته، ماما هتعمل فته كده ولحمه وكده، فقالت لي خلاص اعملي لي الرز واعملي لي العيش، فانا عملت لهم كده وظبطتهم لها. ادي المرته خلصت، هحطها بقى في طبق عشان خاطر ماما هتاخدها تحطها على المش. دي المرته اللي طلعت، بصوا عامله ازاي. طبعا اي سوائل بقى فيها، اي سمنه، اي حاجات زي كده بصفيها، عشان خاطر انا مش محتاجاها في المرته في اي حاجه. وممكن احطها في المصفى كمان مره واسيبها لحد ما تصفي كل السمنه اللي فيها ده. ودي يعتبر احسن حاجه او احسن طريقه انا بصفي بها المرته. خلصنا بقى الحاجات دي كلها. ما عملتش اكل النهارده، ما عملتش، لان احنا المفروض هناكل فته عند ماما. هعمل لكم بقى بكره اكل حلو قوي ان شاء الله تعجب اللي هياكلها، وقولوا لي برضو رايكم فيها. بدات بقى ان انا افضي الحوض عشان خاطر اغسل المواعين اللي موجوده فيه، واخلي مطبخي نضيف، وشقتي كمان الحمد لله نضفتها وبقت زي الفل. وعايزه اقول لكم ان انا خارجه من العيد بكميه غسيل كتيره جدا، الحمد لله خلصتها كلها. وكمان غسلت المشايه بتاعت الارض، وغسلت الحافظه بتاعت السجاده، والشقه بقت زي الفل، ومفيش ولا غسيل عندي ولا في اي حاجه. لما بقى اخلص بس الناس اللي عندنا يقعدوا شويه وياخدوا ضيافتهم ويقعدوا، وبعد كده ابقى اغير بقى الملايات بتاعتي كلها، ويبقى كده دي بدايه الغسيل اللي انا بحطه. المهم كده خلصنا زي ما انتم شايفين، فاضل بس نغسل بقى بقيه الحاجه. انا غسلت الصينيه في الاول لوحدها، لان هي عامله زحمه، يعني الصينيه لو جبتها من هنا لهنا لهنا، هي الصينيه نفسها اصلا عامله زحمه. فالاحسن ان انا اخد الحاجات اللي هي الكبيره اللي زي كده، اغسلها واشطفها واشيلها في مكانها على طول. بعد كده غسلت بقى الكوبايات، غسلت الطباق، مش هتبقى فارقه معايا، لان غسلت الحاجات التقيله. وطبعا كل ده بيسرع على الاطباق البلاستيك برضو، والحاجات اللي هي زي كده، الحاجات اللي هي مش متبهدله قوي يعني. هغسل بقى كده الطباق، اغسل كل حاجه، طبعا شويه ميه بقى وشويه صابون، نغسل بس السفنجه كويس قوي. وبعد كده بقى نبدا نغسل الكوبايات والطباق والحاجه. هي عامه مش مواعين كتيره، بس لو سبتها هتكتر اكتر، وهيبقى شكلها مش حلو. فالاحسن ان انا امسكهم كلهم اغسلهم غسله سريعه. الايام الجايه ان شاء الله هجيب الغساله، وهتوفر عليها كتير قوي. وعايزه اقول لكم ان انا فكرت هحط التربو فين. بصوا انا قلت هخلي التربو في المكان اللي هو عند السفره، يعني مثلا عند الكرسي اللي تحت الشاشه كده، في مكان كده على الشمال انا حاطه فيه بوف صغير، هشيله، هحط التربو. اولا المعالق هتبقى قريبه من السفره، وكده كده هحط الصفايه بتاعت المعالق اللي هي على الحوض دي، هحطها زي ما هي فيها المعالق بتاعتها. وهجيب طقم توزيع اللي هو السيليكون، هحطه على الرخامه، فده هيبقى بالنسبه لي للطبيخ مثلا، الحاجات اللي زي كده. ولو احتجت بقى حاجه من التربو، كده كده هيكون قريب من المطبخ بس. والغساله مكانها والصرف بتاعها معمول والكهرباء موجوده وكله تمام. فيبقى كده ظبطت شويه حاجات برضو في المطبخ. ولو في حد كده يقدر يفيدني باي اقتراح كده يعني كويس اعدل فيه من شكل المطبخ شويه، يا ريت ما تتاخروش عليا ما تبخلوش عليا يعني بالمعلومه يعني. هشطب بقى كده الحاجه واسيبها تبقى تمام التمام كده، واظبطها عشان خاطر بعد كده هنزل عند ماما عشان اشوف بقى خالتي والناس اللي جايين دول. هما كده كده اصلا بيباتوا عندي، فبنقعد شويه مثلا اول يوم تحت، وبعد كده تبقى القعده بقى كلها فوق عندي ان شاء الله. يبقى ضيافه حلوه والضيافه تعجبهم، واليوم يعجبهم، والقعده معانا تعجبهم يا رب.
خلصت كده الحله بتاعت الرز اللبن برضو ما انساش هغسلها واخلص منها برضو. هي ما فيهاش حاجه يعني، هفتح عليها شويه الميه السخنه عشان خاطر ايه تنزل الجوانب. بس طبعا الجوانب ما هي بتنشف مسافه مثلا مغرف الرز، مسافه مثلا ما اعمل اي حاجه بتلاقيها نشفت بسرعه. شويه ميه سخنه ومفيش بس تقلبتين كده بالمعلقه السيليكون، لان طبعا المعالق المعدن هتبهدل لنا الحله خالص. ففضيت كده كل اللي فيها وبواقي الرز وكل الحاجات دي، وبعد كده هغسلها ويبقى انا كده ايه ما خليتش مواعين، غسلتها وتمام التمام وظبطت دنيتي والحمد لله. فاضل بقى انهي حله؟ الحله بتاعت السمنه. طبعا دي مش هعرف اغسلها دلوقتي خالص، لان هي من تحت السمنه ماسكه فيها وهتاخد شويه دعك يعني شويه. فالاحسن ان انا ايه امسكها بقى كده هنقعها بشويه ميه سخنه واخلص اللي ورايا في البيت مثلا، وبعد كده ارجع بقى ايه عشان خاطر ايه اكمل. انا كده خلصت المطبخ والمطبخ بتاعي بقى زي الفل. بصوا ما شاء الله الرخامه بقت نظيفه والمطبخ عندي الحوض نظيف برضو. حطيت بس الحاجه اللي هي متصفيه دي، وبقيت الحاجه رصيتها، والبوتاجاز غسلته والارض ظبطتها وتمام التمام، والسجاده كنستها وبقت مية مية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.